السلام عليكم اخواتي وحبايبي في حلقة جديدة قوية ونارية واخبار من اللي قلبك يحبها. تعال اقول لك على مفاجأة يوسف الشرميتي للمنتخب التونسي، وتعال اقول لك ايه اللي عمله امين الشرميتي نجم المنتخب التونسي السابق. عمل حاجة حلوة كده ورجعت الامور لمجاريها، ونتمنى التوفيق. المنتخب التونسي بيبني جيل كبير جدا مع اللعيبة المتألقة واللعيبة اللي تحت العشرين. الله اكبر، لو مشيت الامور زي ما هي ماشيه كده المنتخب التونسي هيبقى في حته تانية. كمان على الجانب التاني حن بعل المجبري ومانشستر يونايتد هيرد على المنتخب التونسي خلال يومين. على ايه ده قصتنا اللي هنتكلم فيها. كمان على الجانب التاني عمر الرقيق هالاند الدفاع، لعيب مدافع محترم جدا متألق، كان معار لويجن الانجليزي وانتهت عرضه وجاي له عروض كبيره جدا، ونتمنى التوفيق ونتمنى الامور تبقى هاديه معاه، لان نتخيل ان عمر الرقيق بالامكانيات الجباره اللي هنتكلم عنها دي لما يبقى موجود الامور تبقى تمام، ويبقى عمر الرقيق يوصل للمستوى بتاع اللي احنا متخيلينه واللي الامكانيات بتاعته عنده، ويبقى عمر الرقيق مع العالمي منتصر الطلب اللي مكسر الدنيا. انسى خط الدفاع، محدش هيعدي يعني منطقه الجزاء تاني عند منتخب تونس. كمان على اكلمك على مفاجأة السخيري والاغراءات اللي شغالة وعرض رسمي، وهيبقى اغلى لاعب ده لو وافق. ونتكلم في ان يعني القادري بدأ يتدخل مع اللاعبين ويتكلم معاهم في المستقبل. دي حاجة حلوة، حاجة ما تزعلش، يعني ده بيبين لك ان في علاقات قوية بين اللعيبة وبين جلال القادري. كمان اول عقد احترافي لنجم المنتخب التونسي الصغير اللي بعد الاداء المحترم جدا لك ان تتخيل في 21 مباراة مسجل 16 هدف وصانع هدفين، وهو مع فريق 19 سنة. طبعا يستحق يبقى عليه عقد احترافي، وطبعا يستحق يمضي ل 2025، ولكن خايف عليه لانه مركزه فيه نجوم كتيرة في المنتخب التونسي، لكن محدش يعرف الخير فيه ايه. عندنا تصريحات وعندنا كلام كبير جدا، وتصريح طبعا هتقف عنده كتير وهو تصريح يوسف الشرميتي. لكن قبل ما نخش في الحلقة كده ما تنساش تضغط لايك للفيديو، تشترك في القناة لو مش مشترك، وتعالى نبدأ على بركة الله. من ضمن المميزات عند الناس كلها اللي بتعمل كده اللي ما ترميش الفوطه بدري، مش لما الامور تبقى صعبه معاك خلاص الامور صعبه، لازم تحاول وتعافر وتجرب وتشوف. فاكرين تصريح يوسف الشرميتي لما طلع قبل ما يتم استدعائه في القائمه الاخيره للبرتغال، وقال لك ان الاتحاد التونسي، طبعا ده تصريح على لسانه كلنا سمعناه، قال ان الاتحاد التونسي كلمني وكلم والدي ويعني كانوا عايزين ننضم للمنتخب التونسي. انا ما عنديش مشكله، لكن الاولويه للبرتغال ثم منتخب تونس. يعني الراجل فضل البرتغال اول حاجه، دي الحاجه اللي كانت مزعلانا وطلعنا اتكلمنا فيها وقلنا انك تختار منتخب تونس رقم واحد، احنا نحبوك ونقدروك، ما تحبش تونس او ما تختارش تونس فايه يعني مش عايزينك، واحنا بنحب تونس وبنقدر تونس وبنشجع اي لاعب حبا في تونس والمنتخب التونسي والشعب التونسي. لكن تعالى نتكلم في عصر الاحتراف والاغراءات والحوارات الغريبه جدا، لازم يبقى التعامل بذكاء. طبعا يعني الجامعه التونسيه ما قفلتش الباب مع الشرميتي، ما قالتلوش خلاص بقى امشي بعيد احنا مش عايزينك. فاكرين الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. وطبعا يعني الجامعه والامور قال لك سيبه لحد لما يلف لفته، وان خد فرصته يبقى الله يسهل له، ما خدش فرصته هيلف وهيجي لنا لانه هو عايز تونس. لكن طبعا في كلمه البرتغال بقى ومش البرتغال بقى وكريستيانو رونالدو القصه اللي انتوا فاهمينها دي، وطبعا يعني لو لعب للبرتغال. لكن شفنا يمكن الامور بدات تنزل معاه في سبورتنج لشبونه، الامور ما بقتش كويسه، عنده تراجع في المستوى، عدم ثقه، فما بالك بقى لو فضل على كده والامور هتبقى صعبه جدا. كمان في ظل الاداء اللي هو موجود فيه مش هيبقى موجود مع البرتغال في الفتره القادمه. مين اللي دخل في الموضوع؟ هو امين الشرميتي. امين الشرميتي قريبه، له اصول قرابه بينه وبين يوسف الشرميتي، دي الصراحه اول مره اعرفها. امين الشرميتي من المصادر المقربه لامين الشرميتي قال لك بدات التواصل مع اسماعيل او يوسف الشرميتي وما بين المنتخب التونسي وبين يعني عثمان، والامور بدات تمشي وهو ما عندهوش مشكله يبقى موجود مع المنتخب التونسي. لكن قال لهم سيبوني. يعني ايه سيبوني؟ يعني هو الراجل خلي بالك طول ما هو تحت 19 سنه طول ما تحت ال 20 سنه يقدر يلعب مع كل الفئات ويرجع يعني يبقى مع المنتخب التونسي. فالراجل باعت رساله كده مخفيه مع امين الشرميتي، انا بحب تونس وبقدر تونس وبقدر الشعب التونسي. تقريبا بقى لما لقى يعني الشعب التونسي او الجماهير التونسيه ما عادش بتتفاعل معاه والامور نزلت، فبدات الامور تهدى وقال لهم انا ما عنديش مشكله ان يعني انا كانت طموحاتي ابقى موجود مع البرتغال، لكن لو ماليش اداء او ماليش مكانه
ثابته اكيد افضل ان المنتخب التونسي، وان يعني بعد الاغراءات، بعد ما شاف يعني الغربي، بعد ما شاف تالق المجبري، بعد ما شاف السخيري والعيدوني، بعد ما شاف يعني الياس، بعد ما شاف كل النجوم ومنتصر الطلبي والرقيق بيجي له عروض منين، وشفنا وجدي كشريده جاي له عرض منين، شفنا في الخط الهجومي، شفنا كل الكلام ده. منتخب تونس مش منتخب محلي، منتخب تونس منتخب كله متالق في اوروبا، والمحليين مكسرين الدنيا. فالموضوع ان يوسف الشرميتي قال لهم انا ما عنديش مشكله، وبدات الامور تلين. نتمنى بقى تتراجع مستواك كمان شويه، والمنتخب البرتغالي ما يقدم لكش خالص، تبقى الامور انحسمت ان شاء الله. خلي بالك، خلينا نتكلم في الاهم. الشرميتي مهاجم يعني عالمي، ولسه 19 سنه، اداء محترم جدا، ابو تونسي طبعا وامه برتغاليه، واصول من الراس الاخضر. غريبه دي، بس يعني هو مهاجم ليه مستقبل لو بقى موجود مع تونس. ما بقاش موجود مع تونس بيبقى مش حلو. تعال بقى نيجي على حاجه ثانيه. عمر الرقيق هالاند خط الدفاع، طبعا معار من ارسنال لويجن، وانتهت اعارته. جاي له عروض كبيره جدا، على راسها مين بقى؟ غروسفورت الالماني. مين اللي موجود معاه بقى؟ اسامه الحداد لاعب المنتخب التونسي او اللاعب التونسي، فموجود مع الفريق وجاي له عرض يعني. وخلي بالك ان ارسنال مجدده العرض لحد 2025 مع عمر الرقيق، فما بالك بقى الاعاره دي. نتمنى له التوفيق. يعني عمر الرقيق في الخط الدفاعي حاجه محترمه جدا، لعيب قوير، مساك محترم جدا، يقدر يزيد، يقدر يلعب الكور الثنائيه محدش يعرف يعدي منه، يقدر يلعب اللونج باس. اداء يعني عمر الرقيق اداء محترم جدا، نتمنى له التوفيق ونتمنى الاستمراريه، ويطلع ويبقى اداؤه تمام جدا. كل الدعم. تعالى بقى كمان نروح قبل ما ننهي نتكلم على بشكتاش التركي اللي خلاص يعني عمال يغري الياس السخيري في كل يوم. تخيل ان جاي له العرض الاخير لمده 3 سنين، هياخد في الشهر 1.2 مليون يورو في الشهر. تخيل، هيبقى اغلى لاعب في الدوري التركي. لكن الامكانيات اللي موجوده عند الياس السخيري، بلاش تقيم امكانياتك كفلوس، قيم امكانياتك كنادي عنده شعبيه، نادي ليه مكانه. ممكن ما يكونش ده اخر محطه ليك، ممكن ربنا يكرمك تروح موسم ولا حاجه وتطلع من هناك على حاجه اعلى من كنا نتخيل. شفنا يعني بشكتاش ده كان بيجري ورا عيسى العيدوني، وكانوا عايزين يدفعوا له اي مبلغ، والراجل رفض لانه باصص لقدام. شوف العيدوني اسهمه فين. الياس السخيري انت لعيب محترم جدا وامكانياتك جباره، نتمنى التوفيق ليك، لكن اوعى تروح بشكتاش. لكن هنشوف، لان العرض خلاص رسمي و3 سنين، وكل الصحافه في تركيا بتتكلم على الموضوع. كمان بقى تعال نروح للاعب الموهبه. مين؟ رامي الزواوي. رامي الزواوي بعد التالق الملحوظ جدا مع فريق ال 19 اندرلخت الالماني، وشفنا الاداء المحترم جدا، 16 هدف وصنع 12 اسيست في 21 مباراه. لاعب وسط ميداني، يقدر يلعب محوري ووسط مهاجم، اداء محترم جدا. تم مضيان عقد معاه يعني رسميا كاول عقد احترافي لحد 2025. نتمنى التوفيق لرامي، اداء محترم جدا. شفنا الاهداف، جبنا له قبل كده يعني 7 اهداف. يعني لاعب متنوع، اللعيبه المتنوعه وخصوصا في السن الصغير يطمنك على مستقبله. نتمنى التوفيق بالشكل بالكواليتي بالامور اللي ماشيه دي، الدنيا تبقى تمام. تعال قبل ما ننهي نتكلم على المجبري ومانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد دلوقتي خلاص المجبري موجود والجمهور بيرحب بيه، وهيبقى موجود خلاص، مش هيطلع اعارات حتى الان. بنتكلم في ان المنتخب التونسي بيستسمح بقى مانشستر، فالامور مانشستر يومين وهيرد على المنتخب التونسي هيبقى موجود في المونديال او لا. ولكن الامور تقريبا كده ممكن يوافق. تقول لي القائمه نزلت وكل الامور دي لسه تمام. الامور فيها حوارات وفيها قصص، يعني نتمنى الامور تتحل، لان احنا عايزين منتخب تونس للشباب يكسر الدنيا، مش يتاهل بس للدور المجموعات، عايزين يعدي من المجموعات مش 16 بس. كل التوفيق للمنتخب التونسي في القادم اخواتي وحبايبي، سلام.